السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وبكل سعادة. أخباركم إيه؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. و بوست الأسئلة، نزلنا بوست على الجروب وقلنا لو في أي أسئلة اتفضلوا هرد عليكم. نخش في الموضوع على طول عشان ما نطولش عليكم الفيديو. نور الهدى بتقول أكتر حاجة ممكن تسد الشهية. أكتر حاجة ممكن تسد الشهية الالتزام. ايه الكلام ده؟ الالتزام. طول ما احنا بنلخبط سكر الدم عمال يعلى، الانسولين عمال يفرز، عمال يدخلنا في دايره مغلقه من الجوع، فبالتالي هنفضل جعانين ونفسنا مفتوحه على الاكل. طيب نعمل ايه؟ اولا نلتزم بوجباتنا، نشرب ميه كتير، بلاش اللخبطه. البسكوته اللي بناخدها على المشي دي او حته الشوكولاته اللي بناخدها على المشي دي، اللخبطه بتجيب لخبطه وهتفضل تخليكي جعانه وهتفضلي على طول في حاله لخبطه طول يومك. طيب برضو ايه المشروب اللي ممكن يسد الشهيه؟ عد يا ستي ورايا. ايه المشروبات اللي تسد الشهيه؟ حضرتك هتجيبي لتر ميه وهتعصري فيه نص ليمونه. عاوزاكي قبل الاكل بنص ساعه تشربي كوبايه ميه من معصور عليها ليمون. الليمون بيقلل هضم النشويات شويه، فبالتالي ما بيحسسناش بالجوع دايما. ده رقم واحد. ميه وعليها ليمون، ما نحطش سكر ويبقى كده عملنا عصير ليمونات والدنيا خربت مننا. اللتر الميه بتاعنا هنعصر عليه نص ليمونه ونسيبه. قبل الاكل بنص ساعه هنشرب كوبايه. طيب ايه تاني؟ الشاي الاخضر، القرفه، الزنجبيل، كلهم بيقفلوا الشهيه. كلهم بيقفلوا الشهيه، ولكن ما نعملش خلطات على بعضها. نعمل كوبايه شاي اخضر ونعصر عليها نقطتين ليمون، هيعلوا القيمه الغذائيه بتاعتها جدا جدا وهيقفل لنا الشهيه. كوبايه زنجبيل ونعصر عليها نقطتين ليمون، هيعللنا الحرق جدا وهيقفل معانا الشهيه. في قبل كده انا عملت مشروب ونزل على القناه اللي هو البرتقال والليمون، ان احنا نجيب برتقانه وليمونه ونحط عليهم شويه ميه ونحطهم في الخلاط ونحط عليهم قرفه وجنزبيل ونضربهم ضربا مبرحا في الخلاط. وبعد كده هناخد الخليط ده هيبقى تخين معانا، هنحطه في برطمان ونشيله في التلاجة. طيب هنعمل ايه بعد كده؟ قبل الاكل بنص ساعه هناخد معلقه نحطها في ميه مغليه وندوبها ونشرب، واستحملي طعمها معلش ولكن هيقفل الشهيه معاكي جدا. تمام كده؟ ده بالنسبه لاول سؤال. طيب السؤال الثاني، ايه افضل مشروب ممكن بعد تمارين مقاومه بدل الاكل؟ كوبايه لبن. كوبايه لبن خاليه الدسم. بعد التمارين القويه اللي هي بتبقى في الجيم الشديده محتاجين حاجه تقوي العضلات. اكتر حاجه تظبط لنا العضلات بعد التمرين الشديد كوبايه اللبن. ممكن صباع موز، ممكن شويه مكسرات حبه كده في كف ايدينا. بصوا يعني نحطهم كده، مش حبه قد كده، نركز. حبه مكسرات نيه عشان نستفيد بالاوميجا 3 اللي موجوده فيهم. هناخد حبه كده نضم عليهم كف ايدينا بس، هم دول. كوبايه لبن، صباع موز، فنجان قهوه، كل ده نقدر ناخده. بيضه مسلوقه، قطعه جبنه، اي حاجه فيها بروتين. تمام كده؟ ده اللي نقدر ناخده بعد تمرين المقاومه. اللي سألت السؤال ده اسمها سحر. تمام يا سحر؟ يبقى كده خدنا سؤال نور الهدى وبعد كده خدنا سحر. تعالوا نشوف اللي بعد كده. ياسمين ياسر، ايه اكتر حاجه تساعد على نزول منطقه البطن ونتيجتها تكون سريعه؟ البطن عاوزه تمارين. البطن عاوزه تمارين. البطن عشان تنزل محتاجه نظبط اكلنا مع التمارين، الاتنين مساعدين لبعض. يعني ايه الكلام ده؟ اللي عايزه تنزل بطنها تمتنع عن اي حاجه فيها دقيق ابيض، تمتنع عن السكريات والحلويات بجميع انواعها. السكر الابيض يتمنع، الدقيق الابيض يتمنع تماما من حياتنا. طب ايه الكلام ده؟ طب هناكل ايه؟ اي حاجه هيكون فيها الياف زي الدقيق الاسمر. ممكن نحل مشروباتنا بسكر دايت. العيش اللي هو التوست البني ده او الشوفان نبتعد تماما. اي حاجه مصنعه من الدقيق الابيض نمتنع عنها تماما. نبدل بالفاكهه، بشرب الميه كتير، نشرب شاي اخضر، نشرب قرفه، نشرب جنزبيل.
وطبعا مع الحاجات دي مهم جدا تمارين البطن. وانا دائما بقول ايه، مش عاوزين يعني هقول لك افتحي اليوتيوب وهاتي التمارين اللي عليها واعملي زيها، يبقى كده احنا بنضحك على بعض. لان الناس دي ناس كده حاجات كده عضهم كده فرنساوي، ناس اجانب مش زينا كمصريين او كعرب عموما، فبالتالي هيبقى صعب قوي التمارين اللي هم بيعملوها. طب ايه التمرين اللي انا دايما على طول بقول لكم عليه؟ دايما لما بنصح حد بحاجه بنصح بالواقعي اللي يقدروا يعملوه. لكن هقول لك ابحثي على اليوتيوب وهاتي تمارين للبطن، مش هتعرفي تعملي زيهم اصلا. تمام؟ طيب اولا تمرين البطن اللي بيجيب نتيجه ممتازه في البطن شفط بطنك على طول. مش شفط بطني ان انا اشفط بطني واكتم نفسي، لا، اشفطي بطنك. يعني انا دلوقتي شافطه بطني دلوقتي وبتكلم عادي والنفس عادي، النفس مش نشفط بطننا ونكتم نفسنا، لا. في الاول هتحسي ان الموضوع صعب شويه، بعد كده هتتعودي. في اي وقت نايمه قاعده ماشيه كل لما تفتكري شفطي بطنك، ده احسن تمرين بيقوي عضله البطن. طيب وايه تاني؟ هتنامي على ظهرك وهنشوف اي عيل صغير عندنا في البيت او طفل، ابنك بنتك اي حد، هتنامي على ظهرك وحد يقعد على رجليكي عشان مش عايزه رجليكي تتحرك، وحضرتك هتنامي على ظهرك وهتمسكي في ايده وهتقومي وتقعدي وهتقومي. طيب عايزاكي اول يوم هتعدي 10 عدات، جيتي بالليل حبيتي تعملي نفس التمرين خليه 15، وهكذا وهكذا. بعد شهر بالظبط مش هتلاقي بطنك. شفط البطن مع التمرين البسيط ده، التمرين ده اي حد يقدر يعمله. جسمك مليان، جسمك رفيع، تخينه، طويله، قصيره، هتقدري تعمليه. واي حد عندنا اي بيت اكيد عندك طفل صغير، اخوكي، ابنك، بنتك، زوجك، اي حد. المهم ان انا مش عاوزه رجلك تتحرك وانتي بتقومي وتقعدي، عشان عاوزين العضله بتاعت البطن تتنشط. تمام كده؟ ونمتنع عن الدقيق الابيض والسكريات بجميع انواعها. ان شاء الله هتلاقي نتيجه كويسه جدا جدا في نزول بطنك. طيب دي ياسمين. سحر مهدي بتقول لو سمحتي ينفع في الفطار شريحه لانشون او شيدر؟ يفضل بلاش. لو انت متبعه نظام دايت اللي هي التحديات بتاعتنا، بتاخدي 6 ايام رجيم ويوم فري، يبقى ممنوع، ونخلي الحاجات دي يوم الفري فقط. طيب انا كنت منزله نظام قبل كده اسمه اللي هو النظام اللي كنت نزلته، اللهم صل على النبي، هتذكر اسمه دلوقتي، تحدي نفسك مع هبه الله، اللي هو قلنا هنقلل اكلنا، هناكل كل حاجه ولكن بدون فري. النظام ده انا كنت سبق نزلته، هنعيشها صح مع هبه الله. تمام كده؟ النظام ده انا كنت قلت فيه هنخليه اسلوب حياه ونظام حياه ولكن بدون فري. لو انت يا ساره متبعه النظام ده اللي هو انت مخلياه اسلوب حياه وما بتاخديش فري، مفيش مشكله، خدي شريحه. نفتح بس الموبايل عشان نشوف بقيه الاسئله. خدي شريحه لانشون وشريحه شيدر، مفيش مشكله، لان انت ما بتاخديش فري، انت معتبره الرجيم اسلوب حياه، فمش هنيجي نقول لك على حاجه ممنوع، ما فيهوش اي حاجه ممنوعه، ولكن في المقابل مفيش حاجه اسمها فري، مش هناخد فري، لان احنا اوريدي احنا بناكل كل حاجه ولكن بكميات صغيره. لكن لو ماشيه على التحديات بتاعتنا اللي هي 6 ايام رجيم ويوم فري، لا طبعا ممنوع. تمام؟ هتاخدي الحاجات دي يوم الفري. في دينا محمود بتقول لي النظام الجديد للفطار من الساعه كام لكام؟ دينا الفطار كل ما كان بدري كل ما كان افضل، يعني معاكي من الساعه 7 الصبح لحد 9. هل معنى ذلك طيب ممكن ظروف حياتي ما تسمحش ان انا افطر بدري كده؟ مفيش مشكله، ولكن دايما بقول ما لا يدرك كله لا يترك كله. ولكن هو افضل وقت للفطار من الساعه 7 الصبح وممكن 6 كمان، مفيش مشكله، معاكي لحد الساعه 9، ده افضل وقت للفطار. ظروف حياتك مش سامحه، مفيش مشكله، ما نسيبش الرجيم ونقول اصل انا ما بصحاش بدري، اصل انا ما بفطرش بدري، اصل هبه قالت لازم نفطر بدري. ما لم يدرك كله لا يترك كله، لو هنلتزم بنسبه 50% التزمي. تمام؟ فردا على سؤالك ايه افضل توقيت للفطار؟ من الساعه 7 للساعه 9 صباحا. تمام كده؟ ده سؤال دينا. طيب نور رضا بتقول الجناب، اي منطقه في جسمنا مضايقانا، الجناب، البطن، الارداف، الكتاف، دراعاتنا مضايقانا، عايزه رياضه، عايزه رياضه. الجناب عاوزه رياضه، عاوزه بس تهتمي بيها بالرياضه شويه. هنخش
هنخش على اليوتيوب ونشوف ايه الرياضه المخصصه للجناب ونعمل زيهم، نحاول نعمل زيهم. وافضل حاجه بتجيب معانا نتيجه بسرعه اللي هي الرياضه بالاوزان، يعني بنشيل اي حاجه تقيله ونعمل رياضه. نقدر نجيب اي تمرين للجناب من هتخشي على البحث وتكتبي تمارين لنزول منطقه الجناب، هيجيلك كتير جدا. شوفي الاسهل فيهم اليسير بالنسبه لك واعمليه، ولكن مش هينفع نعمل رياضه المنطقه مضايقانا واحنا بناكل. لازم نظبط اكلنا على الاقل نخلي الاكل بتاع التليفونات مش عايز تفتح معايا النهارده ليه. على الاقل نخلي اكلنا صحي، نبعد عن الدقيق الابيض، نبعد عن السكريات، ناكل سلطه كتير، ناكل الياف كتير، نشرب ميه كتير، نخلي اكلنا صحي مع رياضه للجناب هتلاقي نتيجه كويسه جدا. انغام بتقول لو سمحتي انزل منطقه البطن والاجناب ازاي؟ نفس السؤال، منطقه البطن والاجناب محتاجه تظبيط اكل. اي مكان في جسمنا محتاج تهتمي بيه شويه، محتاج تهتمي بيه شويه. ممكن يبقى حد من ولادنا كلهم معايا 2 أو 3 أو 4، لكن في طفل معين انطوائي شويه ما بيتكلمش كتير، بيبقى عاوز اهتمام شويه. هو ده جسمنا. في منطقه من الجسم عندنا البطن الجناب، اي منطقه بتبقى محتاجه اهتمام شويه مع الرياضه، لان الجسم وهو بينزل بطريقه عشوائيه، ما بيبقاش احنا محددين له نقول له انزل من البطن او انزل من الدراعات او انزل من الارداف او لا، هو بينزل بطريقه عشوائيه. تمام. ولكن احنا عاوزين نخليه يركز ناحيه المنطقه دي، فبنركز على تقويه العضله في المنطقه دي، والعضله هتنشط لنا الحرق، فبالتالي هتنزل. الجناب مضايقاكي، بطنك مضايقاكي، ظبطي اكلك، خلي اكلك صحي، نبعد عن الدقيق الابيض والسكريات بجميع انواعها، ونهتم بالرياضه للمكان ده سواء البطن او الجناب، هتلاقي نتيجه كويسه جدا. وفوق كل ده لازم نشرب ميه كويس جدا، لان العضلات عشان تشتغل معانا صح محتاجه بروتين كافي وخضار كافي وشرب ميه كافيه. يعني لازم تهتمي بالبروتين في اكلك والخضار في اكلك، وتشربي ميه، يعني تشربي 3 لتر مياه في اليوم. كفايه كده عشان ما نطولش الفيديو على الناس ما بيحبوش الفيديو يكون طويل. هنعمل بوست تاني للاسئله وناخد منه كام سؤال ونرد على اسئلتكم. ربنا يوفقكم جميعا، ورب اكون رديت على اسئلتكم بطريقه سهله ويسيره تقدر تفيدكم. ما تنسوش تعملوا لنا لايك للفيديو، تعملوا لنا اشتراك للقناه، وتعملوا لنا شير كتير. القناه هتكبر بيكم وليكم. كان معكم ادمن هبه الله، ادمن جروب هتخسي مع هبه الله، وقناتكم على اليوتيوب هتخسي مع هبه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.